الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عندنا مكونات بسيطة جدا أي حد موجود عنده في البيت، وليكن دي جزراية بشرتها بالمبشرة أو تقطعيها شرايح. تمام. حطينا هنا شوية زيت. المكون الأساسي عندنا اللي هو البسلة سلقتها وفصصتها من بعضها زي ما انتم شايفين. ده موسم البسله، فهنعمل اومليت بالبسله. بالنسبه لو عيالنا مش بيحبوا البسله هيحبوها بالطريقه دي. ادي بسله اهي. تمام. الاضافات بقى هنا ممكن دي كان صلصه بالبتنجان، فهاخد الميه بتاعه البنجر لان كان فيها بنجر. تحطي بنجر او تحطي صلصه. خلاص تمام. حطينا شوية زيت. هنحطه حتة سمنة، لو عندك سمنة فلاحي يكون احسن. هنشوح بقى او نخدل الجزر ياخد تشويحة كده على النار. تمام اهي حتة معتبرة كده. هو والبسلة عايزين نشوح الجزر مع البسلة. البسلة زي ما قلت فصصتها. ممكن تجيبي بسلة، في بسلة بتبقى متخزنة بتتباع. طبعا غليت مية وملح وعصرة ليمونة وحطيت احنا هنا عايزين زي ما اقول البسلة تتشوح هي والجزر. خلاص كده. عبال بقى ما تتشوح عندك بيضة 2. انا هعمل بيضتين. ادي بيضتين اهو. عايزه تضيفي عليهم بقى جبنه شيدر يا ريت، يعني لو جبنه شيدر تكون احسن. خلاص كده اهو. بهاراتك بقى اللي انت بتحبيها. عبال ما الحاجات دي تتخدل الجزر ممكن تحطي توم، ممكن تحطي شرايح بصل، نحطوا فلفل اسمر. تمام. تحطي شطه، تحطي فيجيتار، تحطي اي بهارات عيالك بيحبوها. ادي شويه شطه كده مشطشطه. تمام. تحطي بقى شويه كمون مطحون، قرفه، جنزبيل. البهارات دي العبي فيها. تمام اهي. اي بهارات عيالك بيحبوها. في المرحله دي زي ما قلت عايزه جبنه شيدر. تمام. ممكن تحطي كمان زبادي، تحطي لبن، يعني الاختيارات كتير. ادي البيضتين اهو نركنهم على جنب. نشوح البسله والجزر. عايزه كمان تضيفي نقطه خل. تمام. ادي البيضتين اهو مع البهارات، كمون مطحون، فلفل اسمر مطحون. خلاص كده. هنحط نقطه من الخل ودي اختياري. تحطي مايونيز، تحطي كاتشب، نقطه خل مش صغيره كده اهي على عشان تضيع الزفاره بتاعه البيض. هنقلب بقى. طبعا مظبطين الملح. تيجي بقى نقلب البسله مع الجزر. عايزين يا جماعه تبقى بس كده وتاخد ريحه تمام كده. هنا بقى هنضيف بس شويه زي ما قلت، يا اما كاتشب يا اما مايونيز. ممكن شرايح بنجر برضو.
وكل ده احنا عايزين نخبي الايه، سواء شرايح من البنجر بصوا يا جماعه، نغطيهم بس 5 دقايق عشان الفيديو ما يطولش. نغطيهم باي غطا كده جدا وبعدين نرجع تاني. تمام. بصوا تقريبا مش عارفه الفيديو شغال ولا لا. بصوا بقى هنا غطينا، بسم الله الرحمن الرحيم، غطينا البسله تمام مع الجزر لمده كده 5 دقايق. دبلت وخدت من الايه، من بعضها كده. تمام. شايفين اهي خدلت خالص اهي. المرحله بقى دي هننزل عليها بالبيضتين. عايزه يا جماعه جبنه شيدر حطها فوق الوش تبقى روعه، وتحطها تحت الشوايه. انا هعملها النهارده بمكونات بسيطه خالص اهي من غير جبنه شيدر. ممكن تضيفي عليها زي ما قلت اي صوصات عندك عينك بيحبوه، صوص مايونيز، كاتشب، صويا صوص اهي. طبعا ادي البيضتين اهو بالبهارات، طبعا مظبطين ملحنا، مظبطين البهارات عندنا اهي، كمون بقى، فلفل اسمر، فيجيتار، عايزه تخلص سبايسي شويه. تمام. تحطي عليها، ممكن تحطي عليها مايونيز، كاتشب. وهي بقى كده هننزل عليها بالبيض. خلاص. بسم الله لا قوة الا بالله. طبعا بننزل فوق الايه، فوق البسله والجزر، عشان البيض في جميع الحالات هيقفش عليها ويخليها تبقى ماسك. شايفين كده؟ ما تحطيش البيض بره الايه، بره الخليط بقى. كده ضمننا ان الخليط كله ماسك. تمام. هنوطي عليها برضه كذا دقيقه كده عقبال ما البيض يستوي على نار هاديه اهي. دقيقتين 3 بس البيض يستوي وبعدين نرجع تاني.
بصوا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده الاومليت بتاعنا كله مسك مع البيض اهي. في المرحله دي هنقلب عليه اهي. طبعا لو الصينيه بتاعتك من النوع اللي بيلزق هتعملي ايه؟ بردك هنغطي عليها كذا دقيقه كده اهي. لو الصينيه بتلزق حطها تحت الشوايه مع الجبنه الشيدر ان شاء الله مش هتلزق خالص. تمام ادي اهي. نقفل بقى عليها بردك 3 دقايق كده ولا حاجه، وهوريكم الشكل النهائي اهي. اومليت روعه، اومليت بالخضار اهو. تمام، روعه الروعه. كده الفيديو بتاعنا خلص. هتستوي 3-4 دقايق وهوريكم الصوره بتاعتها.